السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن ماتش الزمالك ومودر. ماتش كان كويس، ماتش قوي، وده اللي احنا قلناه من بداية الكلام خالص. قلنا يا جماعة لو المدرب ده لعب بشيكو بنزا شمال و الفينا يمين، هنلاقي الموضوع مظبوط شوية. هو امبارح نزل بتشكيل واقعي، نزل الفينا في مكانه يمين، نزل شيكو بنزا شمال او ضي الدباغ. مظبوط. لعب عبد الله السعيد 8، ناصر ماهر. آه، كان يعني خط الوسط كان برضه متناسق. هو بس القصة كلها ان الوينجين بقى اللي فيه مشكلة دلوقتي في الزمالك، اللي هو الباكين. عندك عمر جابر وبنتايج مش في المود قوي، او هما مش حافظين المفروض. يعني انا بلاحظ ان في زيادة هجومية منهم هما الاتنين. ممكن يكون ده بقى سيستم مدرب، بس ما اعتقدش. لان انت لو تلاحظ في الجون التاني جه ازاي؟ ما هو تشيكو بنزا مش لاقي اللي يساعده. شيكو بنزا في الوينج الشمال، بنتايك ما بيطلعش يعمل معاه المسانده الهجوميه. وكذلك الفينا البرازيلي برضه مش بيلاقي المسانده من عمر جابر. فاضطر تشيكو بنزا في الشوط التاني يجي هو يضم مع اليمين عشان يعملوا جبهه هو والفينا. ف جه منها الجون التاني. الاتنين لعبوا على الوينج يمين. الفينا قام باصت شيكو بنزا، قام لافف واخد المدافع في ظهره، قام حاططها بيمينه. غلطة ابو جبل، بس جون حلو، جون فيه فكر. طب هو اصلا المفروض ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان يبقى شيكو بنزا يعمل الموضوع دوت مع مين؟ مع بنتايك. والفينا يعمل الموضوع دوت مع مين؟ مع عمر جابر. بس هي القصه كلها ان الفينا بيلاقي نفسه بيستلم الكره من نص الملعب، من بعد نص الملعب، ومعاه بقى نص الملعب الخصم كله لوحده هو فيه. طب يا حبيبي اطلع ساعد معاه. عمر جابر المفروض تزيد معاه، اسحب مدافع، اعمل اي حاجه عشان تفضي للراجل طريق عشان يعرف يقطم، يعمل، يرفع. لان برضو امبارح إيه، فريق مودرن عمل كام هجمه حلوه. صبحي تألق، لكن اعمل حسابك ان برضو مودرن مش قوي، مش الفريق اللي يخض يعني اعمل حسابك انت يعني الاختبارات الحقيقيه بقى للزمالك اما يلعب فريق زي المصري، يلعب الاهلي، يلعب بيراميدز، اللي هي الفرق اللي عندها السكواد الهجومي مخيف. فاهمني؟ انت امبارح كنت هتتغفل. امبارح انت جه جون، الجون اللي هو اسمه ايه دوت، الونش حط في نفسه، فبقى 2-1. يعني كان في اي وقت هتتلسع جون. وانت الشوط التاني ما لعبتش بجنيه. الشوط التاني انت ما لعبتش بجنيه. اعمل حسابك برضو ان خوان الفينا جسمه مش يعني، هو اللعيب مهاري كويس وكل حاجة، لكن البدني بتاعه يا جماعة، هو اللاعب قصير قوي، طفل. يعني لو مهاجم رخم، مهاجم بدني كويس، مش هيعرف يعمل معاه حاجة. اللي هو من الآخر لو اللعب دخل في التحامات، الموضوع باظ. زي اللي بيحصل مثلا في لما تيجي تلعب مثلا مصر، منتخب مصر مثلا والجزائر، بيودوا اللعب مش لكورة، بيودوا اللعب لإيه؟ لبدني. خش بقى جسم اللي بتلعب السنغال، بتلعب جنوب افريقيا، بتلاقي اللعب بدأ بدني. خش جسم في جسم، استلم الكرة تلاقي اللاعب داخل في ظهرك. ما هو انت لو مش واقف على رجلك في المظبوط، هتلاقي نفسك مش عارف تعمل حاجة قدام الفرق اللي بتلعب بجسمها، اللي هي بتلعب بدني. فهو اللاعب برضه اللاعب كويس حلو، جاب جون كويس امبارح. هات اللاعب جاي بسرعته، قام رايح طق، قام حاططها في الزاوية البعيدة المفتوحة قدامه. جون كويس. بس ما كانش ليها لازمه بقى نقلع التيشيرت ومش عارف ايه، لان خد انذار ببلاش. فيعني هو لو معاه انذار كان زمانه اتطرد عشان جاب جون واحتفل. هو لاعب عنده حماس كبير عنده، بس محتاج ان هو يبقى معاه لاعب مهاري على نفس الخط. يعني تشيكو بنزا لما راح له المره اللي هناك هيعملوا جبهه خطيره. لو الاتنين في يمه واحده هيبقى الموضوع صعب جدا على اي خط دفاع. بس برضو لسه الاختبارات ما تمتش قوي للزمالك، لان هو لسه ما لعبش فريق قوي زي سكواد قوي، سكواد هجوميا قوي. هي القصه كلها ان انت اما هتلاعب سكواد هجوميا قوي هتبان بقى. لان انت بتروح 4 5 هجمات بتجيب لك جون 2، وباقي الماتش انت عمال تضيع الدنيا. طب لو انت بقى بتلعب سكواد بقى عنده هجوم قوي، مش هي اللي انت بتعمله ده كله هيروح في البلال. لان انت لو ما استغلتش الفرص بتاعتك، هو هيكون اصلا رزعك 3 4 تجوان. فواضح ان الدوري هيبقى
يعني قوي جدا الموسم ده. انت بتتكلم دلوقتي المصري والزمالك نفس النقط، الاول والتاني. عندك بيراميدز عنده برضو عنده ايه، عنده 7 نقط 6 نقط. بيراميدز 6 نقط باين. بيراميدز تعادل ماتشين وكسب ماتش. بيراميدز 5 نقط. 5 نقط. الاهلي طبعا باي في الجولة دي، فعنده 4 نقط ولسه لعب ماتشين فقط. لسه بقى اما كل الفرق تطلع باي هيبان بقى، يبقى الموضوع متناسق شوية. فواضح انه هيبقى دوري قوي جدا. هنشوف دوري الدعك بقى كله هيبقى في الجولة اللي هو القسم التاني، الدور التاني. لان هيبقوا 7 فرق بس بينافسوا على كل حاجة. بينافس على الدوري، بينافس على افريقيا، بتنافس على اللي هيلعب كونفدرالية، ويعني هتلاقي مدعكة الدور التاني. فلغاية هنا يكون الفيديو بتاعنا انتهى. كان ماتش كويس، ماتش حلو. مبروك الفوز ومبروك ال3 بونت للزمالك. فلو وصلت معانا لغاية هنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان تتابع معانا كل جديد. سلام.